المجموعة الأصعب على الإطلاق، يعني المنتخب النرويجي العراق في مجموعة الموت وأصعب إلى التأهل الدور الثاني تبع البيت. المجموعة الأصعب على الإطلاق، يعني المنتخب النرويجي أقوى المنتخبات على الإطلاق هذا الموسم. نتذكر رباعية مع إيطاليا ذهابا ورباعية إيابا، تقريبا أفضل المنتخبات مع فرنسا، المنتخب السنغالي والمنتخب العراقي. تقريبا وجدي مجموعة صعبة جدا على كل المستويات. بصراحة صعبة جدا للمنتخب العراقي. خلينا نقولوا نقدر نقولوا هيك، لأنه أصعب مجموعة لمنتخب عربي انك تلعب ضد النرويج وفرنسا في التوب 10 في ترتيب الفيفا، وانك تلعب ضد منتخب سنغالي، منتخب كبير وكبير جدا فيه نجوم عالميين. منتخب نرويجي الهجوم نتاعو متكون من هالاند وشارلوت، معناها منتخب هجوم ناري بطريقه رهيبه، هجوم ناري وقوي جدا. منتخب فرنسي بدون ما نعدد مؤهل للفوز بكأس العالم. بالضبط، منتخب فرنسي بدون ما نعدد الاسامي، لانه منتخب كامل ومتكامل من حراسه المرمى المهاجمين. صراحه خط دفاع شكون اللي اي اسم تحطه يلعب خط وسط ميدان ممتاز جدا. هجوم ممكن المدرب. وفي هذه المجموعه المنتخب السنغالي المركز الاول او الثاني صعب جدا، صعب جدا للسنغال. صعب ليس بالامر هين يعني. خلينا نكون واقعيين، صعب. ممكن حلم منتخب السنغالي بقوه المنتخب السنغالي، وصعب يكون في المركز الاول والثاني. فما بالك بصراحه منتخب عراقي. احنا كنا فرحنا انه منتخب متواجد في كاس العالم، لكن زاد المشاركه هي في حد ذاتها شرف. ولكن الامل يبقى جائز في كرة القدم. ديما نقولوا يوم المقابلة 90 دقيقة صحيح. كل شيء على مباراة مع السنغال كل شيء يبقى جائز. ممكن صعوبة مع فرنسا والنرويج، ولكن مع السنغال على مباراة يبقى كل شيء جائز. احنا نتمناو فما التمني وفما الواقع. نتمناو المنتخب العراقي يقدم أول شيء مردود يليق باسم العراق، يعني منتخب قوي جدا، لكن بصراحة على أرض الواقع مجموعة حديدية، مجموعة قوية وقوية جدا.